السلام عليكم خوتي. من بين التصريحات المستفزة للولايات المتحدة الأمريكية كما تقول من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها. يعني سبحان الله، من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، ولكن ليس من حق الفلسطينيين أن يدافعوا عن أنفسهم، لأن المقاومة إذا دافعت على روحها تسمى بالإرهاب. ومصطلح الإرهاب نسمعوه ديما من تصريحات الدول الغربية، يعني قادة الدول الغربية دائما يوصفوا مقاومة فلسطين بأنها إرهاب. وللأسف الشديد سمعنا بزاف إعلاميين وسمعنا بزاف مسؤولين عرب ومسلمين يوصفوا المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، لكن احنا ما نلوموا الدول الغربية، ما نلوموا قادة الدول الغربية، هما راح يخدموا أكيد مصالح الإسرائيليين، وحنا هذا ما نلوموهمش وما نستناوش منهم بزاف، لكن احنا نلوموا قادة الدول العربية. لحد الآن قادة الدول العربية عجزوا أنهم يديروا موقف شجاع يخدم المصالح الفلسطينية ولا يخدم القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى. بالعكس، كاين القمة الإسلامية اللي تعقدت اليوم في الرياض واجتمعت فيها جميع الدول الإسلامية، يعني قمة إسلامية، يعني جميع الدول الإسلامية، حضرت فيها تركيا وحضرت فيها ماليزيا وحضرت فيها إيران وحضرت فيها السعودية وحضروا فيها جميع الدول العربية والإسلامية. لكن البيان الختامي لهذه القمة هو مؤسف جدا، يعني كانوا غير ما تلموش وما داروش هذا البيان الختامي المخزي. هنا بكل صراحة خوتي، الموقف الجزائري في هذه القمة الإسلامية والله موقف مشرف جدا، لأنه الجزائر قبل ما تعقد هذه القمة هي ما شاركتش اصلا، لانه كي كانوا يتناقشوا على الخطوط العريضه ولا يتناقشوا على الخطوط العريضه لهذه القمه، الجزائر مدت 4 مقترحات. كاين دول خليجيه وحتى المغرب ما وافقوش على المقترحات، والدول الخليجيه كاين السعوديه كاين الامارات كاين البحرين ما وافقوش على المقترحات اللي قدمتهم الجزائر. على هذا الجزائر ما حضرتش هذه القمه وما شاركتش في هذا البيان الختامي المخزي. نزيدوا حاجه واحده اخرى، حكام العرب ليس من مصلحتهم ان تفوز المقاومه الفلسطينيه على الكيان الصهيوني ومعه الدول الغربيه وامريكا، لأنه إذا فازت المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني هنا راح تنوض الشعوب ضد حكامها، وراح تنوض بلبلة، وراح تنوض تشكيك، وراح ينوض مظاهرات، وراح تنوض مسيرات ضد الحكام العرب. ويعودوا يمدوا ديما مثلا بالمقاومة الفلسطينية، لأنه مقاومة محدودة رغم الإمكانيات العسكرية المحدودة جدا والتقليدية جدا، إلى أنها قدرت أن تذل الكيان الصهيوني. ولحد الآن ما زال الكيان الصهيوني الغاشم يقصف في أخوتنا وجميع الدول العربية حدث ولا حرج.